سيهدم الكعبة. طيب لحظه واحده يا استاذ مصطفى، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ عايزين بس يرد على السؤال ده. طب ما انا بساله. اتفضل. حضرتك تزعمت انك ستهدم الكعبة. بص يا استاذنا، اتفضل. انت لما حضرتك تكون موكل بالعدل العدل المطلق، العدل بين المسلمين والمسيحيين واليهود. موكل من مين؟ من الخالق سبحانه وتعالى. من مين؟ من الخالق سبحانه وتعالى. تمام. ما نوع الوكالة اللي توكلتها من الخالق سبحانه وتعالى؟ بالعدل. بالراحه كده يا استاذنا، انت بتقول انت اتكلمت في هدم الكعبه. نعم. كويس ان معنا حد متخصص اهو. سؤال والاجابه باه او لا. لا احنا بنتكلم مش ولا لا، اذا احتاجت الاجابه الى توضيح بيان سنوضح. يعني يا شيخ محمد احنا بنساله انت مش هيقول لي اصل ممكن هيقول لي يا استاذ هاني، هيقول لي هل الكعبه ستهدم ام لا؟ فانا اقول له نعم ستهدم، هيقول خلاص شوف قال لي ستهدم. نعم. مين اللي هيهدم الكعبه؟ كده اصلا؟ من سيهدمها؟ من سيهدمها؟ لا مين اللي اخبر انها تهدم؟ انا بسالك انت. مين اللي اخبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله ينور عليك. ما هو عايز يوصل لكده ان مين اللي اخبر وهتهدم ولا لا تهدم. فانا اقول له ستهدم، خلاص بس خلاص ستهدم، انا اللي ههدمها. مين اللي بيبين اللي هيهدمها اصلا؟ وبين الذي سينقضها حجرا. مش تفهم الحكمه؟ مش تفهم الحكمه؟ قول الحكمه يا عم مصطفى. طيب هل اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان الكنائس هتهدم في اخر الزمان؟